مش كل التشتت بيبقى ADHD أو اللي هو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، عشان دلوقتي السوشيال ميديا مليانة ريلز كتير قوي بتتكلم عن ال ADHD، وتلاقي الناس بتعمل self diagnosis، يعني بتشخص حالتها على طول إن هي ADHD. فأنت لو بتحس بصعوبة في التركيز، اندفاع، قلق، تقلب في المزاج، brain fog اللي هو تحس نفسك مش عارف تفكر بوضوح، أو كمان صعوبة في اتخاذ القرار، وده ما كانش طبعك قبل كده، أنا بس عايزة أبين لك الفرق ما بين ال ADHD واضطراب كرب ما بعد الصدمة المركب. عشان ال ADHD ده بيبقى neuro developmental، يعني بيبقى له أساس بيولوجي كتير، ما بيكون وراثي وغالبا ما بيظهر في الطفولة، وبيكون مرتبط بعوامل زي اختلاف في تنظيم الدوبامين، وطبعا نشاط أقل في prefrontal cortex اللي هو مركز التركيز واتخاذ القرار. لكن النوع التاني اللي شبهه في الأعراض جدا هو الناتج عن الصدمات، وخاصة الصدمات اللي كانت بتطول لفترات طويلة أو حد اتحط تحت ستريس فترات طويلة من الزمن، وده اللي بنسميه CPTSD أو اللي هو Complex Post Traumatic Stress Disorder أو اضطراب كرب ما بعد الصدمة المركب. ده بقى بيعتبر مثال على ال Acquired Neurodiversity، يعني تنوع عصبي مكتسب. يعني إيه؟ يعني إن جهازك العصبي اتغير عشان يتأقلم مع الوضع الموجود. أصل التروما مش إحساس بس، دي بتغير في كيمياء المخ فعليا، وبتأثر على 3 مراكز أساسية في المخ: الأميجدلا اللي هي اللوزة الدماغية، ودي مركز الخوف والمشاعر، وبتبقى طبعا اوفر اكتف جدا. الهيبوكامبس اللي هو مركز الذاكرة والتعلم واللي طبعا كفاءته بتقل، والبري فرونتال كورتكس اللي هو مركز اتخاذ القرار والتركيز واللي طبعا ما بيشتغلش في الشكل الصحي. فالنتيجة بتبقى أعراض شبه ال ADHD وكمان صعوبة في تنظيم المشاعر. بس الفرق ما بين الحالتين إن ال ADHD اتكون المخ كده، وال CPTSD المخ كميته اتغيرت عشان تتأقلم مع الظروف. يعني من الآخر جهازك العصبي اتعود يعيش في وضعية النجاة. طب نعمل إيه بقى لو إحنا بقينا نيورو دايفرجن بشكل فطري أو مكتسب؟ في 4 خطوات بسيطة ممكن نبتدي بيها. أول حاجة التنفس ببطء، يعني 4 ثواني شهيق، 6 ثواني زفير، ده علشان نقلل نشاط الأميجدلا. تاني حاجة نعملها إن إحنا نقلل المشتتات طبعا علشان الأوفرلود على المخ ما يبقاش زيادة، يعني كفاية تقليب في الموبايل وريلز كتير. تالت حاجة نقسم المهام بتاعتنا في تو دو ليست جميلة كده عشان نساعد البري فرونتال كورتكس على إنه يؤدي المهمة بتاعته بمنتهى البساطة. رابع حاجة ومهمة جدا إنك تحرك جسمك علشان تطلع من وضعية السرفايفل. الخطوات البسيطة دي بتفرق جدا مع الاستمرار، لكن بصراحة لو الوضع صعب ولقيت إنه مأثر على حياتك بشكل ملحوظ ومش عارف تأدي مهامك اليومية، الموضوع بيحتاج أكتر من كده. تقدر لو عايز مساعدة تبعتلي على اللينك في البايو، وأنا هساعدك إن شاء الله نشتغل على التشتت وعدم الانتباه.